لا تنسوا الاشتراك في قناتكم أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ، ما تنسوش دعمونا. ملخص أهداف ونتيجة مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا. أنهى ريال مدريد مباراة ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين على بنفيكا بهدف نظيف، بعد مباراة متوترة شهدت الكثير من الإثارة واللحظات الحاسمة على مدار 90 دقيقة. المباراة أقيمت على ملعب دالوز، وبدأت منذ الدقيقة الأولى بسيطرة من جانب ريال مدريد الذي حاول فرض أسلوبه الهجومي من البداية. افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستفيدا من تمريرة دقيقة من كيليان مبابي، لتصبح النتيجة لصالح ريال مدريد 1-0. هذا الهدف منح الفريق الملكي أفضلية كبيرة وسيطرة معنوية على مجريات اللقاء، وسط محاولات من بنفيكا لاستغلال أي هفوة دفاعية لإدراك التعادل، لكن التنظيم الدفاعي لريال مدريد بقيادة تيبو كورتوا وحائط الدفاع المتماسك حال دون أي تهديد حقيقي على مرماه. شهدت المباراة لحظة مثيرة للجدل بعد الهدف، حيث قام بعض جماهير بنفيكا بتصرفات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، ما دفع الحكم لإيقاف اللقاء من الدقيقة 51 وحتى الدقيقة 58 لضمان سلامة اللاعب والحفاظ على سير المباراة. بعد تهدئة الأوضاع وتدخل مسؤولي الملعب، استؤنفت المباراة، واستمر ريال مدريد في السيطرة على الكرة وتنظيم الهجمات، مع محاولة بنفيكا الضغط لإيجاد أي فرصة لتعديل النتيجة. مع مرور الوقت حاول الفريق البرتغالي فرض نفسه، لكنه لم يتمكن من تهديد مرمى ريال مدريد بشكل جدي. ريال مدريد حافظ على التفوق التكتيكي والذهني، مع التركيز على استغلال السرعة في الهجوم والتحرك بين خطوط بنفيكا لمنع أي هجمات مرتدة خطيرة. واستمرت المباراة حتى الدقيقة الأخيرة، مع إضافة 12 دقيقة وقت محتسب بدلاً من ضائع، لكنه لم تشهد أي أهداف إضافية، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدف نظيف. هذا الانتصار يمنح الفريق الملكي أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب، ويضع ضغطاً على بنفيكا لتقديم أداء هجومي قوي على ملعبه لتعويض هدف خارج الأرض.